هاي قال شفت واحد مصري قال عم بيقول انه انتو يا سوريين بقالكن قاعدين بمصر مش عارف قد ايه واكلين وشاربين في مصر. ده السوري عشان يدخل مصر دافع تمن فيزا من 1200 دولار ل 1500 دولار، يعني على الجنيه تقريبا 70,000 جنيه. ودي حقيقة أغلب المصريين ما بيعرفوها. المصريين فاكرين السوريين داخلين مصر ببلاش. لا حبيبي، لا يا ماما، السوري داخل مصر دافع فيزا تمنها 1500 دولار غير تكاليف الطيران. مش داخلين مصر ببلاش. هاد أولا. ثانيا، السوري قاعد بمصر بفلوسه، بياكل وبيشرب بفلوسه مش بفلوسك. ومشغل السوري مشغل عنده آلاف المصريين. انت متخيل اذا السوريين قفلوا مصانعهم ومطاعمهم كم ألف مصري او كم 100,000 مصري هيقعد من غير عمل؟ متخيل؟ هاد غير اجارات البيوت. حبيبي، السوري بمصر بيدفع اجار بيت اقل شي من 20,000 دولار ل50,000 دولار، من 20,000 جنيه ل50,000 جنيه. هو ما قاعد ببيتك ولا قاعد ببلاش. يعني كتير غلطان اذا مفكر السوري والله قاعد عندك ضيف دافع تمن فيزا ودافع تمن اجار بيت وعم يدفع كهرباء ومي وكل شي مثلك واكتر منك. بعدين السوريين هن اللي بيشتروا من المطاعم وهن اللي بيقعدوا بالكافيهات. المصري ما بيروح بيشتري اكل جاهز. المصري بيقعد ببيته بيطبخ فسيخ وبياكل فسيخ. فثلاث ارباع مطاعم مصر شغاله من ورا السوريين، والسوريين هن اللي بيقعدوا على الكافيه. المصري ما بيروح بيقعد على الكافيه بيطلب قهوه وشيشه. السوريين هن اللي مشغلين الكافيهات. السوريين هن اللي فاتحين مصانع. السوريين هن اللي عاملين مطاعم. السوريين هن اللي عاملين كل شيء حلو بمصر. مشان يجي واحد مثلك يقول له امشي وما تمشي، لما يكون قاعد ببيتك ببلاش عم ياكل ويشرب من اكلك وشربك ابقى قال له امشي، بس هو قاعد بفلوسه. تمام؟ دافعين اجارات بيت السوريين بمصر 20 و 30 الف جنيه كل شهر. تمام؟ قاعدين بفلوسهم مش بفلوسك. مش انت اللي مأكلهم ومشربهم. فهم يمشوا امتى ما هن خلصوا حيمشوا. وحيمشوا السوريين وحيمشوا، ولا خلص كنتوا اول شي مناح وما احلاكم وبعدين بين الوش طبعا كلامي موجه لفئة صغيرة من المصريين يلي هن ما بيمثلوا إلا نفسهم، ما بيمثلوا الشعب المصري أبدا. الشعب المصري شعب محب وشعب عظيم، ومصر دولة فعلا من أجمل الدول يلي ممكن تشوفوها بحياتكم، ومن أحلى الدول وأعظم الدول، وشعب رائع. بس في فئة من هدول الناس الكلام موجه إلهم.